ثم إن الشيخ رحمه الله خلط بين النسخ والناسخ لما أراد إمام الحرمين أن يعرف النسخ. للأسف عرف الناسخ. أيما كان نحن عدلنا عن تعريفه وجئنا بتعريف موجز، إذ يشترط في التعريفات عدم الإسهاب وعدم التكرار، يعني كلما كان التعريف موجزا كان أدق وكان أقرب إلى الضبط. النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر بسهولة جدا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها رفعت ونسخت النهي المتقدم. فالنسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، لا بد أن يكون الناسخ متأخرا في الزمن عن المنسوخ، ومن ثم يشترط في النسخ أن يعلم التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم، وهذا ما يعرف في نظرية الطروق، يعني الناسخ طارئ على المنسوخ، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وأنواعه نسخ بلا بدل وإلى بدل مساو أو أثقل أو أخف، ويجوز نسخ الكتاب. يعني نسخ إلى بدل، يعني ربي يرفع حكما ويأتي بحكم آخر، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام، فهذا نسخ إلى بدل. وقد يكون النسخ إلى غير بدل، ربي يرفع الحكم ولا يأتي بحكم آخر. وقد يكون النسخ إلى بدل أثقل، يعني الشرع ينقلك من حكم خفيف إلى حكم أشد. ففرضية الصيام كانت في بداية الإسلام على التخيير، إذا شاء الإنسان أن يصوم صوم، وإذا شاء أن يطعم يعطي فدية ولا يصوم هو بالخيار، إلى أن نزل قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وانت عرفت إنه من صيغ الأمر المضارع المقرون بلام الأمر، فليصم، فهذا نسخ إلى أثقل. وقد يكون النسخ إلى أخف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخره. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب وسنة بالسنة وسنة بالكتاب والمتواتر بالمتواتر. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، مثلا عند من يقول بالنسخ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا هذه نسخت قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، ف4 أشهر و10 نسخت متاعا إلى الحول، هذا نسخ الكتاب بالكتاب. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ويجوز نسخ السنة بالسنة، كما ذكرت لك في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا نسخ السنة بالسنة. نعم. والسنة بالكتاب. ويجوز نسخ السنة بالكتاب: أمرت أن أقاتل الناس، كلمة الناس عام، نسخها قوله تعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فأهل الكتاب لا يختلون. فالآية بيّنت أن أهل الكتاب لا يقتلون، لكن الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس، فهذا الحديث من العام المخصوص أو نسخ بقوله تعالى. نعم. والمتواتر بالمتواتر والآحاد على خلاف في الأخير. يعني معروف أن المتواتر ينسخ المتواتر والآحاد ينسخ الآحاد، أما أن ينسخ الآحاد المتواتر فهذا فيه خلاف، ولذلك يرى بعض المحققين أن السنة لا تنسخ الكتاب، وأنا مع هؤلاء. نعم. ويمتنع النسخ في الأخبار والأحكام التي تكون مصلحة. هناك مواطن لا يدخلها النسخ. النسخ يدخل الأحكام التشريعية، يعني النسخ كما درستم في البلاغة فإن البلاغة تقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، والإنشاءات 5: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هذه الإنشاءات الأمر والنهي يدخلها النسخ، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، لأن الخبر لو دخله النسخ لكان كذبا. افرض أنني قلت لكم حضر أبوك من السفر، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر. ثم قلت لك لم يحضر أبوك من السفر، إذن هذا كذب. نسخ الأخبار كذب، فالنسخ لا يدخل الأخبار. النسخ لا يدخل العقائد، أصول العقائد، يعني ربي لا يقول لنا إنما الله إله واحد ثم نقول بأنه نسخ. النسخ لا يدخل أمهات الفضائل الأخلاقية، لا تنسخ الفضائل الأخلاقية والقيم الأخلاقية لا تنسخ. النسخ لا يدخل الأحكام المؤبدة خالدين فيها أبدا، لهذا لا يدخله النسخ. إذن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يدخل العقائد ولا يدخل الأحكام المؤبدة ولا يدخل الفضائل. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الرسم والحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، وفي الأولين نظر. الأصوليون وعلماء القرآن يقسمون النسخ إلى 3 أقسام. واحد قالوا نسخ الحكم والتلاوة. ما معنى نسخ الحكم والتلاوة؟ يعني التلاوة نسخت فالآية لم تعد موجودة في المصحف، والحكم ليس موجودا. مثل قالوا كان فيما نزل 10 رضعات يحرم فنسخن ب5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. لو أنك فتحت المصحف لن تجد 10 رضعات يحرم فنسخن ب5 معلومات، ولو أنك رجعت إلى الأحكام التشريعية لن تجد أن الرضعات التي تحرم 10، فالرضعات المحرمة عند الشافعية 5 وعند الحنفية مصة. المهم قالوا هذا نسخ حكمه 10 رضعات ونسخت تلاوته فلم تعد الآية موجودة في المصحف. 2 قالوا نسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني التلاوة الآية ليست موجودة في المصحف لكن الحكم باقي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. لا يوجد في المصحف آية تسمى الشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن الرجم باقي. أنا لا أرى هذين القسمين،
أنا أرى أن هذا حديث خرافة يا أم عمرو. مفيش حاجة اسمها نسخ الحكم والتلاوة، مفيش حاجة اسمها نسخ التلاوة وبقاء الحكم. زي قلت وفي الأولين نظر، وكلمة نظر فيه نظر نقد لكنه لطيف، يعني بدل ما أقول وفي الأولان باطلان، يعني قلت وفي الأولين نظر. يبقى القسم الثالث وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا عند القائلين بالنسخ موجود، وفائدة بقاء التلاوة التعبد لله عز وجل. الباب الثاني في المباحث المتعلقة بالقرآن. كلمة قرآن مصدر قرأ. كلمة قرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا، وقرأ يقرأ قراءة. فالفعل قرأ له مصدران، القرآن والقراءة. فكلمة القرآن مصدر أطلق وأريد اسم المفعول أي المقروء، وإذا أطلقنا المصدر وأردنا اسم المفعول يكون مجازا، وكذلك إذا أطلقنا المصدر وأردنا اسم الفاعل يكون مجازا. فقرآن مصدر أطلق المصدر وأردنا به اسم المفعول أي المقروء. وهو القول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المنقول بالتواتر، هذا هو القرآن. ونحن فضلنا كلمة القول المنزل، ولم نذكر كلمة اللفظ كما فعل ابن السبك في جمع الجوامع، لأن اللفظ جنس بعيد. في المنطق درست منطق؟ درست منطق؟ أرى رؤوسا تهتز دون الجواب. درست منطق؟ أيوه الحمد لله. إيه الفرق؟ أنت درست منطق؟ إيه الفرق بين اللفظ والقول؟ القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، لأن اللفظ يطلق على المستعمل المهمل. درست في النحو المهمل كديز مقلوب زيد، فديز كلام مهمل. وطبعا في الأصول الإهمال قد يكون في تركيب الحروف وقد يكون في قلب الكلمات، يعني أنا ممكن أركب حروف لا تعطي معنى معايا. المهم نحن اخترنا القول لأن القول جنس قريب، أما اللفظ فهو جنس بعيد. نعم. وعربية القرآن ليست من صنع البشر. ده كلام مهم جدا. عربية القرآن ليست من صنع البشر. القرآن منزل من الله باللفظ العربي والمعنى، لأن هناك في الفكر الحداثي الآن يقولون المعاني القرآنية هي المنزلة من الله، أما اللفظ فهو إما من جبريل وإما من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله خطأ. القرآن لفظه ومعناه منزلان من الله عز وجل. وأحكامه ومفاهيمه ليست من نضج ثقافة البشر. ليست من نضح ثقافة البشر. أحكام القرآن منزلة من الله، مفاهيمه معانيه منزلة من الله، وليست المعاني مأخوذة من ثقافة البشر. نعم. والأحرف السبعة منزلة من عند الله. نزل القرآن على 7 أحرف، هذه الأحرف السبعة منزلة من الله، فالأحرف السبعة ليست صناعة بشرية، إنما الأحرف السبعة منزلة. نزل جبريل يقرئني حتى أستزيده فقال اقرأ على حرف، قلت إن أمتي لا تطيق ذلك، اقرأ على حرفين، أمتي لا تطيق ذلك على 3 أحرف، على 4، على 5،
إلى أن انتهى إلى 7، فالأحرف ال7 منزلة من قبل الله عز وجل. نعم. والزعم بأن عثمان ألغاها خطأ، بل هي بعض الناس يقول عثمان لما جمع القرآن في العرضة الأخيرة لغى الأحرف ال7. هذا كذب. عثمان رضي الله عنه لا يملك أن يحذف من القرآن شيئا، لأننا كما قلنا الأحرف ال7 كلها منزلة من الله. نعم. والناس في فهم القرآن كل يأخذ منه على قدر ما يتسع. كل يأخذ في فهم القرآن على قدر واديه، يعني لا يمكن أن يملك أحد الفهم المطلق للقرآن. يعني ابن كثير لا يملك، ولا القرطبي ولا الرازي ولا كل يأخذ على قدر واديه. نعم. الباب الثالث في مباحث السنة. سنة النبي ما قاله أو فعله أو أقره ليقتدى به فيه. ليقتدى به فيه، هذا التعريف من أدق التعريف، وربما لا أبالغ إذا قلت لن تجد هذا في أي كتاب إلا في هذا الكتاب. ليقتدى به فيه، لأن هناك أفعال للرسول لا يقتدى به فيه. هو تزوج 9 تقتدي به؟ هو يواصل الصيام أنت تقتدي به؟ لا. هو يلبس عمامة، يلبس لباسا أنت تقتدي به؟ الجواب لا، اللباس ليس فيه تعبد، فهنا السنة لنقتدي به فيه. نعم. وأفعاله صلى الله عليه وسلم لها حالتان: الأولى أن يكون فعلها على وجه القربة، والثانية ألا تكون على هذا الوجه. أفعاله على قسمين: إما أن يفعل فعلا على وجه القربة أي التعبد لله، وإما أنه يفعل أفعالا ليست من باب التعبد، كونه يأكل، يعني كون النبي يحب العسل، أنت لازم تأكل عسل زي النبي ما كان يأكل العسل. أنت عندك سكر تأكل عسل وتموت؟ ها؟ لا. فالأكل والشرب والنوم واللباس لا اقتداء لنا به فيه. نعم. والفعل على وجه القربة ولا دليل على تخصيصه يحمل على الوجوب عند البعض. يعني الفعل الذي فعله النبي على وجه القربة، على وجه التعبد، ولم يقم الدليل على أنه خاص به، فإننا نفعله. طب حكمه إيه بقى؟ هل هو واجب ولا مندوب ولا التوقف؟ 3 أقوال في اصطلاح الأصوليين من الشافعي. أما الحنفية فيقولون فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب أبدا إلا بدليل خارجي. فالفعل عند الحنفية فالفعل ليس موجبا، خلاف قوم قد رأوه مذهبا. نعم. فإن فعله بمقتضى الجبلة فهذا لا حكم له في ذاته. فعل بمقتضى الجبلة، كان يأكل، تقول لازم أكل عشان النبي كان يأكل، هذا فعله بمقتضى الجبلة. كان ينام، تقول أنا لازم أنام عشان النبي كان ينام، هذا فعله على سبيل الجبلة. وإن فعله وفق العادات فهذا مباح. الذي أفعل يفعله على حسب عادته، وأكثر التيارات المتشددة من الفرق هنا وهناك لم تفقه الأصول. هناك أفعال فعلها النبي على سبيل العادة، كان يضع الكحل في عينيه. أنت مريض بالعينين تضع الكحل ولا تذهب للطبيب؟ طبيب. تذهب للطبيب. النبي كان يضع الكحل يا أخي، كان يضع عادة. يعمل الحجامة، تقول أنا لازم أتعالج أعمل حجامة زي ما النبي كان يعمل، ولا تذهب للطبيب؟ تذهب للطبيب. هذه عادات، لا اقتداء لنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعله على سبيل العادات. لذلك قلت لك في بداية الباب ليقتدى به فيه. الله. واضح؟ والسنة القولية ونعني بها الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، والخبر ما احتمل الصدق والكذب. معروف في البلاغة بقى. نعم.
الخبر ما احتمل الصدق والكذب، والإنشاءات لا تحتمل صدقا ولا تحتمل كذبا. نعم. وقد يقطع بصدقه أو كذبه للقرينة، يعني الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب من حيث ذاته، لكن قد يقطع بالخبر للقرينة. خبر المتواتر يفيد القطع بالقرينة. خبر الله مقطوع به لكونه من الله، وخبر الرسول الذي تأكدنا أنه صدر عنه صلى الله عليه وسلم يفيد القطع للقرينة لكونه خبر الرسول. نعم. ومما علم صدقه المتواتر، ومما علم كذبه ما علم خلافه بالضرورة، وما يخالف المقطوع به وما كل خبر يخالف المقطوع به كذب. كل خبر يخالف كليات الشريعة كذب. كل خبر يخالف العقل كذب. دي أصول في الإسلام. ما تتمسكش بحديث أحد يخالف المنطق ويخالف العقل ويخالف كليات الشريعة وتقول لي أصله ده حديث صادر عن النبي عليه الصلاة والسلام. علماء الأصول وعلماء الحديث قالوا ابن الجوزي له عبارة ذكرها في بداية كتابه الموضوعات. عارفين كتاب الموضوعات لابن الجوزي؟ كتاب اسمه الموضوعات، الأحاديث الموضوعة لابن الجوزي، يقع في 3 مجلدات. في البداية يقول: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. إذا رأيت الحديث يباين المعقول، حديث يخالف المنطق يخالف العقل. بعدين في دعوة عند السلفية هنا في دعوة عند السلفية اللي هو بيقول لك إيه؟ يأتي الحديث يقول اتهم عقلك. كيف اتهم عقلي؟ لو اتهمت عقلي أنا مجنون. كيف اتهم عقلي إذا أنا مش مكلف؟ أنا مش إنسان أصلا. إذا أنا اتهمت عقلي أنا لست إنسانا. إذا كان العلماء يقول العقل مناط التكليف، حديث يخالف المنطق ولا يقول لك اتهم عقلك. اتهم عقلي إزاي أنا؟ قل لي كيف اتهم عقلي؟ إذا اتهمت عقلي فأنا لست إنسانا. يا أخي لا اتهم عقلي. الحديث الذي يناقض العقل مرفوض. حديث الذي يناقض كليات الشريعة مرفوض. حديث الذي يباين المقطوعات مرفوض. حديث الذي يخالف الواقع مرفوض. يقول لك هو أنت تكذب النبي وأنت بتكذب؟ يا أخي أنا لا أسلم أن النبي قاله. كان لي مرة حلقة في قناة العربية وبعدين كانت عن الفقر والغنى، فالمذيع يقول لي حديث ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. لماذا الفقير يدخل الجنة قبل الغني؟ لقلة حسابه. فقال لي لأنه صابر على البلاء. قلت طب إذا كان الغني شاكرا لربه يعطي حق الله في المال، الفقير يسبقه للجنة ليه؟ قال لي يعني قلت له هذا الحديث أتوقف فيه. يعني ما المنطق العقلي الذي يجعلني أتقبل بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء؟ ليه؟ إذا كان الغني شاكرا لربه مؤديا حق الله في ماله، لماذا الفقير يسبقه للجنة؟ بعدين طلعوا لي عالي وهابية في البرامج يردوا هذا ينكر السنة. يا أخي سنة الله كده، هذا جهل. نعم. والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال نص النووي في مقدمة الأربعين النووية، وأنتم ما شاء الله أندونيسيا كله 40 نووية 40 نووية. نص النووي في مقدمة الأربعين على أن الإجماع منعقد على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن الألباني وبعض العلماء السابقين يرفضون العمل بالحديث الضعيف مطلقا. نعم. والآحاد مسند ومرسل. الحديث إما مسند وإما مرسل. المسند حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والمرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعنعنة في الحديث أن يقول الراوي مش انتوا حافظين البيقونية؟ معنعن كعن سعيد عن كذا، فالحديث المعنعن ما روي بعن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه العنعنة فيها كلام، لأن المسند أو أعلى صيغ الحديث التحديث. عندما أقول حدثني، حدثنا، إذا أنا سمعت منك، سمعت. لكن عندما أقول عن تحتمل أنني سمعت وتحتمل أنني لم أسمع، إنما أروي عمن سمع منك. فالعنعنة محمولة على الاتصال بشرط عدم التدليس، ألا يكون الراوي مدلسا. تعرفون التدليس في الحديث؟ طيب. نعم. وطرق التحمل قراءة الشيخ على التلميذ، وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل. كان يقرأ الشيخ صحيح البخاري عليه، هذه أعلى درجات، أو أنك تقرأ أنت على الشيخ. نعم. وقراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع، وتجوز الرواية عنه بذلك، ويقول التلميذ حدثني أو أخبرني قراءة عليه. ثم الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه. كأني أنا الآن أجيزكم جميعا أن ترووا عني هذا الكتاب. الباب الرابع في الإجماع. الإجماع هو اتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك، الإجماع اتفاق المجتهدين أو اتفاق العلماء. اتفاق المقلدين ليس إجماع. شرط الإجماع اتفاق المجتهدين، اتفاق العلماء. اتفاق العوام ليس إجماع. اتفاق النحاة ليس إجماع. اتفاق المحدثين ليس إجماع. الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. بعد إيه؟ بعد وفاته. وخد بالك من كلمة بعد وفاته. تبقى قاعد مع بعض مشايخ الطرق الصوفية، وأنا صوفي يعني ما تفتكروش، أنا صوفي منتسب يعني، أنا لست زاهدا ولا ورعا، إنما أنا يعني أحب التصوف ومعي طريقة وكل شيء، بس حتى لا تفهموني غلط. وبعدين تقول النبي مات، يغضب. لا تقل مات، ماذا أفعل؟ إذا كان رسول الله يقول أبو بكر لما مات طبت حيا وميتا يا رسول الله، القرآن يقول له أفإن مت، يقول لك لما تقولش النبي مات. طب أقول إيه؟ ماذا أقول يعني؟ وكأن الموت عار، كأن الموت سبة. النبي مات، نعم، ولا لكم رأي آخر؟ ها؟ قول يا شيخ. معكم يا سيدي. وقد احتجت الأمة. شوف، خد بالك من حاجة. خدمة الدين ليست بالخرافات ولا بالخزعبلات. كثير من الناس باسم التصوف يتكلم كلاما ويعطي أسلحة للوهابية لضرب التصوف أكثر مما لو أراد الوهابية أن يضربوا التصوف. الإمام الجنيد رضي الله عنه وارضاه يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول لم تضمن لنا العصمة لا في الإلهامات ولا في الكشوفات ولا في المنامات، إنما ضمنت لنا العصمة في الكتاب والسنة. كل كلام يعارض القرآن والسنة اضرب به عرض الحائط كائنا من كان القائل. استمسك بالكتاب وبالسنة. وأئمة التصوف الأوائل رضي الله عنهم كانوا غاية
يعني عندما تقرأ في سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني رحمه الله ورضي الله عنه، الشيخ القوطي رضي الله عنه يقول: كان هذا الرجل بلغ درجة النبوة إلا أنه لم يوحى إليه، بمعنى أنه كان مستمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ عبد القادر اجتمع عليه كل الطوائف، يعني تجد السلفية يحبونه، وهابية يحبونه، أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، الصوفية، الحنابلة، كل الناس عندما تذهب بغداد تزور الشيخ عبد القادر الجيلاني. ليه؟ قالوا لأنه كان رجلا مستمسكا بالسنة وطبعا بالكتاب إلى أبعد درجة يمكن أن يتصورها الإنسان. نعم. والإجماع ليس منشئا نسبة، وإنما هو كاشف عن الإجماع في قاعدة في الأصول: الإجماع كاشف عن الحكم وليس منشئا للحكم، لأنه لا إجماع إلا عن مستند، ما فيش إجماع إلا عن دليل. والراجح أن مخالفة الواحد أو الاثنين، مخالفة الواحد تقدح في الإجماع، خلافا للطبري. الطبري من مذهبه أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في الإجماع. الراجح عند جماهير الأصوليين أن مخالفة الواحد تقدح في الإجماع ولا ينعقد الإجماع. وأنواعه ثلاثة: قولي وفعلي وسكوتي. إجماع قولي يتفق المجتهدون ويقولون، أو المجتهدون يتفقوا ويفعلون فعلا، أو تحدث حادثة فيسكت المجتهدون. فالإجماع قولي وفعلي وسكوتي. الباب الخامس في القياس. أهم حاجة في الأصول القياس، حتى قال الحنفية الأصول القياس، وأهم شيء في القياس العلة، والقياس العلة. يعني أنت إذا درست أصول الفقه من أولها إلى آخرها ولم تدرس القياس أنت ما درست أصول الفقه. نعم. القياس رد فرع إلى أصل، يعني أنت ترد فرعا لا تعرف حكمه إلى أصل تعرف حكمه بعلة. أنت الآن تعلم أن الخمر حرام لعلة الإسكار، وقد ذكرت لكم في المحاضرة الفائتة أن الخمر ما اتخذ من عصير العنب، هذا الذي يسمى خمر عند الحنفية. الحنفية يقول الخمر ما اتخذ من عصير العنب. طيب النبيذ الذي اتخذ من التمر وتخمر أو من الزبيب أو من أي شيء، هذا ما حكمه؟ اللي نظرنا فيه فوجدنا أنه يسكر. إذن العلة الموجودة في الأصل في الخمر موجودة في الفرع، فنلحق الفرع بالأصل للعلة المشتركة بينهما. وأركانه 4: أصل وفرع وعلة وحكم. عملية القياس لا تتم إلا هكذا. حكم الأصل، عندك أصل وتعرف حكمه، وعندك علة، وعندك فرع، وأنت ثمرة القياس معرفة حكم الفرع. الغاية من القياس، الثمرة المرجوة من القياس أن تعرف حكم المسكوت عنه. وأقسامه: قياس علة، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس العلة إلحاق الفرع بالأصل في العلة، كما ذكرت لك تلحق النبيذ بالخمر في علة الإسكار. قياس الدلالة تلحق الفرع بالأصل في لازم العلة، بدليل العلة، بحكم العلة، مش ليس بنفس العلة. يعني أنت تقول ألحق النبيذ بالخمر في علة الإسكار، ده قياس علة. ألحق النبيذ في الخمر
بالشدة المطربة التي تذهب العقل، قال لي هذا لازم العلة، ده قياس دلالة. قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين بأيهما يلحق، هل تجب الزكاة في مال الصبي أو لا تجب؟ فإن قلنا بأن الزكاة عبادة نقول لا تجب، لأن الصبي ليس مكلفا بالعبادة. وإن قلنا بأن الزكاة حق للفقير تجب الزكاة في مال الصبي. فنجد أن وجوب الزكاة في مال الصبي فرع متردد بين أصلين، هل نلحقه بأن الزكاة حق أو نلحقه بأن الزكاة عبادة؟ وهذا النوع من القياس من أضعف الأقيسة. فإذا قتل إنسان عبدك، هل العبد نفس فيجب القصاص لمن قتله، أو هو قيمة مالية فتجب الدية؟ نجد أن القياس متردد بين أمرين في قياس الشبه. ومن أهم شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل شرعي ومتفقا عليه. هذا أهم شرط في الأصل، أن يكون ثابتا بدليل شرعي. أنت الآن تريد أن تبيعني كيلة أرز بكيلتين أرز، والأرز ما شاء الله هنا يعني، قال لي هل يجري الربا في الأرز؟ قالوا نعم، قياسا على البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. إذن البر بالبر هذا منصوص عليه، فنلحق الأرز بالبر قياسا. فشرط الأصل أن يكون منصوصا عليه ومتفقا عليه بين المتنازعين أو بين المتناظرين. ومن أهم شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. أيوة، أنت تلحق الفرع بالأصل في علة مناسبة. أنت الآن ألحقت الأرز بالبر لكون كل منهما مطعوما، والعلة عند الشافعية الطعم أو الطعم، فأنت تلحق الرز بالبر في الربا لكون كل منهما مطعوما. إنما أنت لا تلحق الأرز بالحجر، تقول الأرز يجري فيه الربا قياسا على الحجر. أقول ما علاقة الحجر بالأرز؟ شو علاقة هذا بهذا؟ فلا بد من المناسبة. ومن أهم شروط العلة للإلحاق بها أن تكون منصوصة أو مجمعا عليها أو تحقق مصلحة من طبعا هذا معروف بقى. العلة قسمان، علة نصية وعلة مستنبطة. علة نصية عندما يقول الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كل ذلك علل منصوصة الشارع نص عليه. قد تكون العلة اجتهادية. ما علة الربا في المطعومات؟ البر والأرز والزبيب. الشافعية يقولون الطعم، والحنفية يقولون الكيل والوزن، والمالكية يقولون الاقتيات والادخار. فكل مكيل موزون يجري فيه الربا عند الحنفية، وكل مطعوم يجري فيه الربا عند الشافعي، وكل مقتات ومدخر يجري فيه الربا عند المالكي. هل الحديد يجري فيه الربا؟ يجري عند الحنفية لأنه موزون. والذهب هل يجري فيه الربا لأنه موزون؟ والفضة يجري فيها الربا لأنه موزون. نروح للشافعي، هل الحديد فيه ربا؟ لا، لأنه ليس مطعوما. عند المالكية لا، لأنه ليس مقتاتا ولا مدخر. هذه علة اجتهادية استنباطية، ولذلك اختلف فيها الفقهاء.
وأن تكون موجودة في الفرع كما هي في الأصل. أيوة، العلة يشترط أن تكون موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، وإلا علامة الحق الخيط الذي يربط بين الفرع والأصل العلة. طب إذا لم تكن العلة موجودة فلا قياس، لا قياس إذا فقدت العلة. نعم. والمراد جنس العلة وألا تعود على الأصل بالإبطال. نعم. وأن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. ده وصف العلة بقى، خصائص العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا. العلة وصف ظاهر ومنضبط. يعني أنت الآن عندما تسافر في رمضان تفطر ولا لا تفطر؟ هل يجوز لك الفطر؟ ما العلة؟ السفر. طب هل ممكن أن نقول العلة المشقة؟ لا. أم لا؟ لأن المشقة غير منضبطة. قد يسافر إنسان في الطائرة بزنس فيركب في راحة وعنده واسطة في المطار يستقبلونه وتدخل قاعة مكيفة والطائرة وتركب مستريح، وغيرك مسافر معك يقف طابورا طويلا ممتدا وثم يصل إلى الطائرة بمشقة ويركب. أنت مسافر وهو مسافر، لكن المشقة غير منضبطة مختلفة. قد يسافر إنسان بسيارة مرسيدس بإذن مكيفة ومعه سائق وراكب مستريح، وغيرك مسافر بسيارة ضعيفة ليس فيها مكيف وتمشي بالراحة ومشقة وحر. أنت مسافر وهو مسافر. فالشرع ربط الحكم بالعلة، يعني ربط الحكم بالسفر ولم يربط الحكم بالمشقة. ليه؟ قال لأن المشقة غير منضبطة. وقال الإمام الحرمين وأن تكون مضطردة في معلولاتها. دي مسألة مهمة. شرط العلة الاضطراد. ما معنى أن تكون مضطردة؟ قال يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفت الحكم. كلما وجدت العلة وجد الحكم. وجد الإسكار وجد تحريم الخمر. وجد الإسكار في أي شراب كان وجد التحريم. ليه؟ لأن العلة هو موجودة، علة الإسكار. وجدت العلة وجد الحكم. قال طيب نشرب هذا القهوة فليس فيها إسكار، قال لي ما فيش تحريم. انتفى الإسكار انتفى التحريم. أدي معنى مضطردة. وشرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. هنا حصل خلاف طويل في مسألة اللي ساعات نجد العلة ولا نجد الحكم. المثل ماذا؟ قال نحن نعرف أن هناك في الشريعة القصاص. علته قال لي القتل عمد العدوان، هذا قتل هذا عامدا متعمدا، الحكم القصاص. علة القصاص قال لي القتل عمد العدوان. قال لي كلما وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص. انتفى القتل العمد العدوان انتفى القصاص. قالوا لا، نأتي لك بصورة وجدت العلة ولم يوجد الحكم. مثل ماذا؟ قال لي والد قتل ولده عامدا متعمدا. قال لي العلة موجودة وهي القتل العمد العدوان، لكن لا قصاص على الوالد، لا يقتص من والد بولده. فقال الأصوليون هذا الاضطراد انتفى. فهل نقول بأن الاضطراد في العلة انتفى؟ بعض الأصوليين يقولون لا، إنما هذا كما درست في المحاضرة السابقة بأن هناك تخصيصا للعام فهناك تخصيص للعلة. فنقول هذا من باب تخصيص العلة،
يعني العلة يلزم اضطرابها إلا إذا قتل الوالد ولده، فإن هذا الفرد خرج من عموم العلة. نعم. ومن أهم شروط الحكم أن يكون كالعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. كذلك العلة، الحكم يوجد عند وجود العلة، والحكم ينتفي عند انتفاء العلة. نعم. الباب السادس في الأدلة المختلف فيها. الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة متفق عليها بين الجماهير ما عدا الظاهرية، فإنهم ينكرون القياس، والشيعة أيضا ينكرون القياس. نعم. الأول الاستصحاب. هناك أدلة مختلف فيها بقى. الاستصحاب، الاستحسان، العرف، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا، بين الأئمة هذا يقول به إمام وذاك لا يقول به إمام. الاستصحاب ذكرناه في المحاضرة الفائتة، أنك تستصحب يقين الطهارة حتى تتيقن من انتقاد الطهارة. نعم. وهو ثبوت حكم لأمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول. أنت حكمت الآن بعد صلاة الظهر أو في صلاة الظهر بأنك متوضئ استصحابا على صلاة الفجر، لأنك صليت الفجر وأنت متوضئ ولم يطرأ لك بيقين أن وضوءك انتقض. نعم. وأنواعه استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل. بس أنت الأصل أنك لا تصلي إلى أن فرضت الصلوات الخمس، فأنت مستصحب العدم إلى أن يأتي الدليل ويقول لك صلي. هل يجوز لنا أن نصلي صلاة سادسة أو سابعة؟ قال لا. لماذا نستصحب العدم؟ في قاعدة مهمة جدا: الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في المعاملات الإثم حتى يرد المنع. كل معاملة تعملها ما لم تقف على دليل يقول لك بأن هذه المعاملة ربا أو إلى آخره. والاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، وهذا النوع يجب العمل به إلى أن يثبت معارض له. واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض، واستصحاب الحكم الثابت. يعني أنت تستصحب الدليل والمسألة بدليلها إلى أن يتبين لك أن هناك دليلا معارضا. الثاني قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ إما أن يكون لقوله مجال في الاجتهاد أو لا يكون، والأول ليس حجة على غيره من الصحابة والمجتهد. قول الصحابي المجتهد ليس حجة على قول صحابي آخر مجتهد. عبد الله بن عباس ليس حجة على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ليس حجة على عبد الله بن عمر. إنما قول الصحابي حجة المجتهد حجة على من بعده من التابعين. يعني كان الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه جالسا في مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل يسأله مسألة، فقال أبو حنيفة لا يجوز. فقال الرجل لكن الحسن البصري، قال أبو حنيفة يجوز. فقال الرجل ولكن الحسن البصري يقول هذا لا يجوز. قال أبو حنيفة أخطأ الحسن. فالرجل غضب وقال لأبي حنيفة كلمة قبيحة، قال له يا ابن الزانية، أقول لك قال الحسن وتقول لي أخطأ؟ فقال أبو حنيفة أخطأ الحسن البصري وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله عن الحسن البصري رضي الله عنه، كان واعظا لم يكن مجتهدا حتى يقاس بعبد الله بن مسعود أو يقاس بأبي حنيفة. لو وضعت الحسن البصري وأبا حنيفة في ميزان الاجتهاد، أبو حنيفة مجتهد، أبو حنيفة يتبعوه 3/4 أهل الأرض، أما الحسن البصري رجل
نحن لا نحكم بالميزان عند الله، عند الله أيهما أقرب الله أعلم، لكننا نحكم بالاجتهاد. هل قال أحد على وجه الأرض بأن الحسن البصري كان مجتهدا؟ الجواب لا. هل له مذهب متبع؟ الجواب لا. أما أبو حنيفة يا مولانا هذا إمام يتبعوه، علشان ما تزعلوش نصف الكرة الأرضية، لأن لو قلنا 3/4 الأرض ما فيش بقى غير إندونيسيا وماليزيا. قول يا مولانا. والثاني يكون حجة على غيره لأن نعلم أنه لم يقله إلا عن توقف. والصحيح الذي عليه الشافعي وأصحابه وجمهور الأصوليين أنه ليس بحجة على غيره من المجتهدين. الثالث الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع التحريم إلا ما أباحته الشريعة أو الإباحة. التحريم والتحليل لا يكون إلا بنص، لا محلل ولا محرم إلا الله. لا يملك مجتهد من المجتهدين أن يحل أو أن يحرم، إنما المحل والمحرم هو الله وحده فقط. خذ بالك عندما تتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت يعني التحليل طارئ مش في الأصل. لذلك نقول الميتة أو الميتتان والدمان محللان وليس حلالان. أحل فهو محل إلى آخره. نعم. والصحيح أن الأصل في المنافع الإباحة للقاعدة، الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. كل ما يضر بالناس حرام، كل ما فيه نفع للناس مباح. نعم. بس ايه؟ شرب الدخان حسن حسن، هل هو يضر أو لا يضر؟ كلمة الأطباء إلى اليوم ليست فاصلة، لأنه ممكن واحد يشرب الدخان لأن مزاجه لا يعتدل إلا بالدخان، أليس كذلك؟ أنت تستفتيني أنا مفتي؟ أيفتي كون أهل بلدك؟ أنا أشرح أصول لست مفتيا. الباب السابع في التعادل والترجيح. أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة أصول الفقه كله 3 حاجات: الأدلة ومتعلقاتها، والتعارض والترجيح، والاجتهاد والإفتاء والتقليد. هذه أصول الفقه كله. كل أصول الفقه 3 أبواب: الأدلة ومتعلقاتها، و2 التعارض والترجيح. نعم. التعادل استواء الأدلة، والترجيح أدلة متعادلة مستوية، والترجيح ترجح بعض الأدلة على بعض. نعم. ومن أهم المرجحات ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي. طبعا الدليل الجلي مقدم على الخفي، والقياس الجلي مقدم على القياس الخفي، والمتواتر مقدم على الآحاد، والقطعي مقدم على الظن، وهكذا. الباب الثامن في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. الاجتهاد أن يبذل المجتهد الوسع للوصول إلى حكم شرعي. والمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي. فكان عند الأوائل كلمة مفتي تساوي كلمة مجتهد، وكلمة فقيه تساوي كلمة مجتهد. نعم. ولا بد فيه من أمرين: الإخلاص حتى لا يتخذ من الاجتهاد. المجتهد عاوزين في شرطين: الإخلاص لوجه الله حتى لا يتلاعب بالأحكام، والملكة العلمية
أن يكون عالما عنده أدوات الاجتهاد. نعم. وهل كل مجتهد مصيب في المسائل الخلافية أو أن هل كل مجتهد مصيب؟ أما في الأصول فالمصيب واحد. في المسائل العقدية المصيب واحد، لأنه لا يمكن أن نقول بأن اليهود وأن النصارى وأن المجوس وأن المسلمين كل على صواب. طبعا هناك آراء شاذة موجودة لعنبري وغيره، إنه يعني يتعدد الحق في الأصول، لكن جماهير العلماء على أن الأصول الحق واحد. ناتي للفروع العمليات. مثلا أبو حنيفة يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، الشافعي يقول لمس المرأة ينقض الوضوء. هل هذا حق وهذا حق؟ من يقول بأن الحق يتعدد في الفروع يقول نعم، وهناك من يقول لا، الحق لا يتعدد في الفروع، الحق واحد، إما مع الشافعي وإما مع أبي حنيفة. نعم. ويدور الاجتهاد مهما تنوع على محور النص. أنت تجتهد في النص. نعم. وإذا كان الاجتهاد واجبا دينيا فإنما يؤدي إليه بالضرورة يكون حكما دينيا. يعني الأحكام المتولدة من الاجتهاد أحكام شرعية. ودي المسألة دي أنا كتبتها لأنه قديما حدث خلاف في مناظرة شهيرة بين مولانا الشيخ البوطي رحمه الله والألباني زمان، قبل أن تظهر التسجيلات كنت مسجلة على اسطوانات هكذا. فالشيخ الألباني بيرفض آراء الفقهاء، فالشيخ البوطي سأله: الاجتهاد من الدين أو ليس من الدين؟ طبعا الاجتهاد من الدين، لأن الله يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فالاجتهاد من الدين. فالشيخ البوطي قال له: طيب كيف يكون الاجتهاد من الدين والأحكام التي تنتج عن الاجتهاد ليست من الدين؟ ما دام الاجتهاد من الدين، إذن الأحكام التي ينتجها الاجتهاد أيضا من الدين، لأن الله يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. نعم. والاجتهاد ليس عملا إبداعيا طليقا، يعني الاجتهاد ليس على مزاجك عمل إبداعي طليق. الاجتهاد له شروط لابد أن ينضبط المجتهد بها. نعم. وبابه مفتوح لا يمكن أن يغلق، لأن المجتهد من الاجتهاد باب فتحه الرسول. من الذي يغلقه؟ إذا كان يغلقه المجتهد كيف يغلق بابا هو داخل فيه؟ وإذا كان الذي يغلقه المقلد، كلام المقلد لا قيمة له. إياكم ثم إياكم أن تسمعوا كلام المشايخ، اوعى تجتهد، خليك مع حشد مش عارف ايه وايه. يا اخي الزمن الذي يتجدد هذا ماذا انا صانع فيه؟ الحوادث الجديده ماذا انا صانع فيه؟ هناك ناس هناك عند الشيخ ده قاعدين ما فيش غير فقه الشافعيه واقرا مش عارف الزبد على عين والراس، لكن هل الاقناع ولا هل متن ابو شجاع ولا هل الزبد ولا ما اعرفش ايه، هل هذا يفي بحاجات الناس الآن؟ 90% من المعاملات ليست فم شجاع. 90% من المسائل في العالم الكلي ليست في كتب الشافعية. فأنت تفضل ماسك ومغلق على نفسك الباب وتتعبد بفقه الشافعية. أنا أقول ادرس وتعبد كل شيء، بس اجعل الباب مفتوحا. حاول أن تبلغ درجة علمية كبيرة لكي تجيب الناس. أنا مذهبي حنفي. طيب عندما يأتيني مشكلة ولا أجد للسائل حلا إلا في مذهب المالكي أو الشافعي، ماذا أفعل؟ أقول لا، أغلق عليه الباب وأضيق على الناس عشان أنا مذهبي حنفي؟ الجواب لا. فإحنا الآن لازم نقول باب الاجتهاد مفتوح، لكن يلده من هو أهل له. اللي تتوفر فيه شروط الاجتهاد نقول له اجتهد. أما الكلام بقى إحنا فين والأئمة فين وإحنا فين وهم فين، طيب
ماذا نصنع؟ وده أعطى تيارا معاكسا السلاح. العلمانيين الآن يقولون أنت أعلم من الشافعي. ليه يا مولانا؟ يقول لك هو اجتهد لزمانه. أين اجتهادنا نحن لزماننا؟ الشافعي رضي الله عنه وارضاه بلغ الوسع واجتهد وجاء بأحكام للزمان الذي يعيش فيه. طب وزمان نحن؟ ما فيش يا مولانا. أيام الشافعي ما كانش فيه بورصة، ما كانش فيه البنك الدولي، وما كانش فيه الأوراق المالية، وما كانش فيه معاملات البنوك بهذه الطريقة الآن، وما كانش فيه استنساخ، وما كانش فيه تلقيح الأرحام، وما كانش فيه النهارده في بعض البلاد حتى في البلاد العربية. أنا لا أذهب بك إلى أوروبا. الآن في دبي أنت ممكن تتجوز واحدة وتذهب إلى المركز. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أريد أن آتي بولد طوله 180 وعينه زرقاء أو خضراء وشعره أصفر وجميل الخلقة، وتعطي المواصفات. الآن موجود. ماذا تفعل أنت الآن؟ حلال ولا حرام؟ أجيبوني. تذهب إلى مراكز طبية. أنا عندي أموال كثيرة وأريد أن أنجب ولدا، وتعطي المواصفات. أنت بقى مسكين لم تقرأ هذا فمشبع. ماذا تفعل؟ هذا لا يجوز وهذا تدخل فيه. أنت اذبح صوتك والعالم يمشي. شوف يا شيخ، إذا لم نجد حلولا للناس من داخل الشريعة، الناس يتجاوزونك ويتركونك ولا يسألون فيك. في طيار في مصر من سنة 50 فوائد البنوك حرام. أنا أتكلم عن مصر، ما فيش واحد يسألني كل ده. فوائد البنوك ربا. الناس لا يسألون. كل الناس في مصر يضعون أموالهم في البنوك ولا يلتفت أحد إلى هؤلاء. وأنت طول النهار طالع المنبر يوم الجمعة فوائد البنوك حرام. لن يسأل فيك أحد. إن لم تجد حلولا للناس يتركونك يا مولانا، لأن الحياة طاغية. الحياة لها متطلبات. الناس تريد أن تعيش. أنت الآن هتمنع عن الناس حرام 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 حرام، هتعيشهم في قبانية حرام، كتالوج حرامات. طب الناس هيسيبوك. قول يا مولانا. أما التقليد فهو أخذ قول القائل من غير معرفة دليله. إنك تأخذ بقول الشافعي من غير ما تعرف إن الشافعي جاب الكلام ده منين. ويستفتى من عرف بالعلم والاجتهاد والعدالة واشتهر أمره بذلك. أيوة يستفتى. هذا مش أي واحد تستفتيه. تقابل أي واحد في الشارع وياهي ولا شيخ تستفتيه. يستفتى من عرف بالعلم والاجتهاد. والمسائل عند الإفتاء قد تتغير في جزئياتها وصورها. نعم، ممكن يأتي لك اثنان. ألف قال لامرأته أنت طالق، تقول له طلق. وب قال لامرأته أنت طالق، تقول لم تطلق. ظرف هذا غير هذا. هذا رجل قال لامرأته أنت طالق بعد لأواء وبعد شدة وبعد إلحاح ونرفزة وخناقات وغضب وخرج عن طبعه. وهذا وهو يتناول السيجارة قال لها أنت طالق. خلاص. وإن لم تتغير في كلياتها. والمفتي يحتاج إلى أمور أربعة: معرفة مقاصد الشريعة. افهم بقى من الذي يفتي. مش كل من لبس حكمة كده وأصبح مفتيا. من الذي يشترك في المفتي 4 شروط؟ معرفة مقاصد الشريعة، الغايات والأهداف من وراء النصوص. هذه مقاصد الشريعة تعرفها. الغايات والأهداف التي تأتي من وراء الأوامر والنواهي. نعم. إدراك الواقع، ولا بد أن تدرك الواقع المعيش الذي أقوله لك.
ولذلك يمتنع أن يأتي واحد إلى أندونيسيا ويفتي، أو يذهب أندونيسيا إلى مصر ويفتي. كل بلد لها ظروف ولها تغيرات ولها بنية اجتماعية ولها بنية ثقافية تختلف من مكان إلى مكان. المصيبة إيه؟ أن بعض فقهاء الخليج عاوزين يفتوا العالم كله. تعرف من سنوات ذهب داعية من الخليج إلى أمريكا في رمضان. ماذا يصنع؟ يعطي دروس للناس في رمضان في أمريكا. ظل طول الشهر يتكلم عن عبادة والشرك والطواف حول القبور. قام له الأمريكان آخر الشهر قالوا لي يا شيخ ما عندناش قبور هنا. هنا عندنا شذوذ، هنا عندنا إلحاد، هنا عندنا زواج مثلي، هنا عندنا لواط، هنا عندنا قاذورات. انت ليه تتكلم؟ هو فينا في قبور؟ في سيدنا الحسين في امريكا؟ هذا هو طول الشهر يحذرهم من عباده القبور. فهذا رجل فاقد الوعي. نعم. وفقد التعارض بين النص والواقع. لا تجعل النص ليس متلائما مع الواقع، ولا تجعل الواقع طاغيا على النص. كيفية إيقاع حكم الله على الواقع. كيف توقع حكم الله على الواقع؟ أنت عرفت الحكم في الفقه ودرست الواقع، لكن كيف توقع الحكم على الواقع؟ أنت عرفت أن قول الرجل لامرأته أنت طالق أو مطلقة أو الطلاق يقع صريح. هذه أنت عرفت الحكم، ورحت للراجل وعرفت الواقع. الرجل قال لامرأته أنت طالق في شدة الغضب، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. فكيف توقع هذا الحكم طالق مطلقة على الواقع؟ لا يحتاج إلى الفقه ويحتاج إلى الاجتهاد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقد أجزتكم جميعا بهذه الورقات رواية ودراية وتدريسا لمن يجد في نفسه أنه أهل وأنه استوعب. وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ورضي الله عمن كان سببا في هذا المجلس، ورضي الله عن الشيخ زكي وعن الشيخ بيطة وعنكم جميعا وعن آبائكم وأمهاتكم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، والحمد لله رب العالمين. هذا مكان مبارك، انتهينا في جلستين. هات الخاطر. ندخل هنا ولا هناك؟ حاضر، أنا نسينا الصورة بس